احنا رايحين لحد فين؟ انتوا مستنيين البلد يحصل فيها ايه؟ ما كلنا عارفين لو حصل فيها حاجه هتقع. انا بتكلم من لسان واحد مصري خايف على البلد، لا انا عاوز الناس تنزل ولا عاوز ثوره ولا عاوز زفت، البلد مش مستحمله. انما شوفوا لنا حل، شوفوا لنا حل، الناس بتموت من الجوع مش كده. شوفوا لنا حل لحسن الوضع بقى زفت، زفتين 3 4. كل واحد بيبيع على مزاجه على فكره في كل مكان. الحياه بقت صعبه جدا جدا يعني، كل يوم الاسعار بتغلى. انت كان مثلا معلش فاتح بيت وعندك اولاد، هتكفي دروس ولا تكفي كل يوم الغلا؟ الرز دوت زايدين فيه خالص لدرجه ان احنا ما بقيناش نجيبه دلوقتي. انا ببيع بسعر وبخلص اللي عندي، اروح اشتري الاقي سعر تاني اعلى. الدولة ليه ما تطلعش تقول يا جماعة أنا محتاجة متخصصين ومحتاجة ناس بتفهم وبتفكر تطلع تدينا حلول؟ لو الدولة ما عندهاش حلول ما تستعين بدكاترة الجامعة، ما تستعين بالعلماء والخبراء الاقتصاديين. قاعدين ميتين من الجوع والحاجة غليت، الحاجة غليت وهنجيب أكل منين؟ كل يوم الدنيا بتزيد والاسعار بتزيد، الاسعار بتزيد يوميا 2 جنيه و3 جنيه يوميا، وفي سلع بتزيد الاسعار فيها كل يوم بال20 جنيه كل يوم، كل يوم زياده زياده زياده. الناس بتموت من الجوع. طب فين دور الحكومه؟ الحكومه مفيش رادع، مفيش رقابه، مفيش حل، مستنيينها تخرب. الحكومه بتتفرج على اللي بيحصل ده ليه؟ الحكومه تعرف ان اللحمه النهارده سعرها في مصر 250 جنيه، عشان تعرف ان الفراخ عدت ال100 جنيه. الحكومه ديت استنفذت رصيدها لدى الشعب المصري. بطالب البرلمان ان يناقش اهميه بقاء هذه الحكومه من عدمه. فين كل واحد مسؤول في الدوله يحط لنا حل للوضع ده؟ انا بشوف مناظر جسمي بيوجعني. انا لو فتحت التيك توك هتلاقي 3/4 90% الناس اللي على التيك توك طالعين يشحتوا. انا محتاجه كل شويه بطلع واقول اني محتاجه، يا ربنا يوقعكم في دي يا رب. نص الشعب بيشحت والنص التاني بيفكر في الشحاتة. الناس غني وفقير بيشتكي، الناس مش ملاحقة، مش ملاحقة، ما حدش ملاحق، كل حاجة بايظة. النهارده بنقول للفاكهه كلها موعدنا في الاخره ان شاء الله. طب الاكل يا جماعه، ما احنا لو ما كناش مش هينفع نعيش، هنوصل الاخره بسرعه. والله يا جماعه انا بروح السوق برجع معيطه، بعدي العربيات وانا بتمنى اي عربيه تشيلني وارتاح. الغلو زاد قوي، احنا تعبنا من الغلو، بقى ازيد من فوق طاقتنا. مبقاش حد قد الاسعار، لا غني ولا فقير. امال الناس الغلابه تعمل ايه؟